مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. هذا الفيديو قبل رمضان بيوم حبيت اخذكم ويانا. هنا رحنا للتسوق، اخذت هاي يبيع معجنات وحلويات هنا بهذا المكان، فاخذنا صمون وفطرنا هناك، كنت صايمة، واخذنا حلويات وفطائر. هاي شغلات المعجنات. مكان كلش حلو وهوا نقي ومكان مفتوح وما شاء الله. يعني الناس تجي، هاياهل يروح للزيارة على الطريق ينزل. كلش مكان حلو وراقي ومرتب، شوية هم واحد يستراح. يعني هاي خارج منطقتنا طلعنا، مكان يعني تقريبا نص ساعة أو 25 دقيقة الوقت بالسيارة. هنا أخذنا قص على مود الفطور، وهاي مسواقنا صمون وفطائر حلويات، والحمد لله والشكر فطرنا واخذنا شربنا شاي، خلصنا واخذنا مسواقنا ورحنا على السيارة مالتنا. هنا يعني خليناها بالجراج قريبة يم مكان التسوق، يعني مو مكان كلش بعيد. والمطعم همين مالتهم بصفهم، كلش يعني مكان حلو ما تتعبين، تروحين وتجين كله متواجد. هنا أنا صعدت الغراض بالسيارة، خليتهم ويا أختي. جيت هنا خابرتني قالت تعي نروح نتسوق، وجيت وياها الحمد لله خلصنا. هاي قبل رمضان، تدرون يعني واحد يحتاج مرات شغلات بسيطة، إلا كل شي موجود يعني يمنا وقريب، بس هيك شوية هم تغيير جو همين على واهس البنات. هاي طريق العودة همين. رجعنا واكو ماركت على الطريق نزلت بيه، اخذت من عندهم تمن وعنده هواي شغلات، بس ما عجبني بسرعة طلعت، يعني مو مثل يمنا. اخذت شي بسيط وطلعت. احنا يمنا الاشياء شوية احسن، هذا حسيته يعني مو كلش، فاخذت شي بسيط والله وطلعت من عنده. ورجعنا شوية، الرجعة اقرب من اللي يعني الراحة لهذا المكان اللي رحنا له. الحمد لله وصلنا للبيت، واول ما وصلت سويت هنا عجينة كباب. هاي كيلو لحم مثروم، وخليت وياه حبتين بصل، حبة طماطة، معدنوس، شجراية، وكوب طحين، عجنتهم، وحبة ثوم، كركم وملح وفلفل اسود. عجنته وسويته على شكل اصابع كله طبقات، واخليه بالمجمدة يتجمد. بعدين افرغه باكياس الفالجون يبقى محافظ على شكله، ويعني ما يتلف، يكفي يعني لمدة اسبوع اسبوعين عادي، شقد ما يعجبك خلي. اكو ناس قليلين يبقى فترة اطول همين عندهم. كل سهل وبسيط وما ياخذ وقت، لان اني سويت كمية قليلة، كيلو واحد. قلت لكم حبتين بصل، حبة طماطة، حبة شجر، معدنوس، وكوب طحين وملح وفلفل اسود وكركم، واذا يعجبك خلي كاري. بسرعة سهل وبسيط، وكله بالمبراشة سويته. والبصل ترمته بمحضرة الطعام. هاي بالليل قبل رمضان بالليل. وهنا أنا اجى السحور، اني بعدني قاعدة، قلت لكم كنت اشتغل، فسويت مخلمة. هاي لحم مثروم وبوتيتا وفلفل احمر، فلفل اخضر وبصل، خليت عليه بيض، بعدين غطيت عليه شوية من صار عندي جاهز.
رشيت عليه معدنوس مثروم. السحور سهل وبسيط. هاي أول يوم كان يعني رمضان. حضرت السحور وقعدت اني لسه ما نايمة، لين كنت دا أحضر يعني للمجمدة أشياء تفريزات. وهنا أنا صبيت السحور وجهزته وقعدتهم. احنا عائلة كلش صغيرة، يعني ما سويت أشياء هواية. الحمد لله والشكر على النعمة، خير ونعمة من رب العالمين. هذا كل الأكل بقى وشلته رجعته بالثلاجة. وهنا أنا بلشت ثاني يوم أسوي الفطور. هاي شوربة عدس على النار، وهنا أنا شوية شوحت شعرية. دا أسوي برياني، أحضر للفطور همين من وقت أبدي. بعدين أطفي عليه وأخليه هنا جزر مقطع ناعم، خليت عليه البصل يشوحون، وأقلل النار عليه وأغطي عليه إلى أن يستوي. هاي بوتيته. وهذا الفطور همين قطعته مكعبات ناعمة حتى أضيفه ويا الحشو مال البرياني. شنو يعجبكم، تريدوا خشن أو ناعم هو كله يصير. هاي الحشوة مالتي بزلية وشعرية وجزر وبوتيته. وهذا الفطور الناعم همين صارت عندي جاهزة. خليت عليها نومي بصرة ودارسين وهيل ورشة ملح، الملح حسب الرغبة. وراح أخليه هذا المي مال التمن على النار حتى يغلي وأصفيه. سويت تمن زعفران، هاي صار عندي جاهز. والحشوة يعني على جهة، من أجي أخلي الفطور أخلي التمن وأخلي عليه. هنا سويت سوب لحم. وهنا أنا كمل عندي الفطور وصار جاهز. هاي مالتي البرياني، شوربة، سويت سلطة خضار، هاي التمر وعصير الليمون بالنعناع. خير ونعمة من رب العالمين. إن شاء الله يعجبكم فيديونا لهذا اليوم. مع السلامة.